إنسان، قناة كل إنسان، للأجيال لكل زمان. دفاع ديني، تحقيق تاريخي، طابع اجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، قناة المواطن الإنسان ترحب بكم وتتمنى لكم أطيب الأوقات. واصل موضوع كرة القدم، وأيضا ثقافة السياحة الرياضية. المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة ليكون لاعبا رئيسيا في سياحة الرياضة على مستوى إفريقيا، ويعمل على تعزيز هذا الدور من خلال استراتيجيات متنوعة تشمل تحسين البنية التحتية، جذب الفعاليات الكبرى، وتطوير الرياضات المحلية. وهذا ما سعى إليه المغرب منذ 10 سنوات ماضية، وكانت التنمية متواصلة، بما في ذلك تعزيز دوره من خلال تنوع استراتيجيات تحسين البنية التحتية، وجعل المغرب مفتوح أمام كل الدول النامية وغير النامية، وأيضا الدول الكبرى والقارة الإفريقية والآسيوية وغيرهما. إذن المغرب يمتلك العديد من العوامل التي تساعده في توجيه سياحة رياضية قوية ومواصلتها، ولديه تطلعات واضحة لدعم نهضة رياضية في القارة الإفريقية. أولا، البنية التحتية الرياضية. المغرب يستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الرياضية الحديثة، الملاعب، مرافق رياضية، تكنولوجيا. الملاعب، المغرب استثمر في بناء ملاعب رياضية ذات طراز عالمي، مثل ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وملعب مراكش الذي استضاف العديد من البطولات الدولية. المرافق الرياضية أيضا، تطوير المرافق الرياضية مثل مراكز التدريب للفرق الوطنية والأندية الكبيرة، مما يسهم في جذب فرق وأحداث رياضية دولية. التكنولوجيا كذلك، استخدام تكنولوجيا لتطوير وتحسين الأداء الرياضي، وكذلك في تسويق الوجهات السياحية الرياضية. كل هذه الاستثمارات تساعد في بناء سمعة المغرب كوجهة سياحية رياضية، ما يجعلها نقطة جذب للفعاليات الكبرى في المستقبل. ثانيا، استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. المغرب يستعد لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة كرة القدم. المغرب سبق أن استضاف كأس إفريقيا عام 2015، واستضاف أيضا العديد من التصفيات والمؤتمرات الرياضية. كذلك الرياضات الأخرى مثل تنظيم سباقات سيارات رالي المغرب، وفعاليات رياضية جبلية ورياضية بحرية. ومن المتوقع أن يواصل المغرب في استضافة هذه الأحداث، مما يعزز من مكانته كوجهة سياحية رياضية. ثالثا، دعم الرياضات المحلية. الرياضات التقليدية. المغرب يعمل على تسويق الرياضات التقليدية مثل البارود الفروسية، التي تعد جزءا من الثقافة المغربية، والتي يمكن أن تصبح نقاط جذب سياسي رياضي. أيضا الرياضات الحديثة، تشهد رياضات مثل كرة القدم، كرة السلة والسباحة نموا ملحوظا في المغرب، حيث يتزايد الاهتمام بتدريب رياضيي الشباب وتطوير مهاراتهم. رابعا، التعاون مع دول إفريقية.
ودول إفريقية. المغرب يولي أهمية خاصة لدعم وتطوير الرياضة في القارة الإفريقية، التدريب والمشاركة والاستضافة المشتركة، وأيضا مبادرات دولية. التدريب والمشاركة: المغرب يوفر برامج تدريبية في العديد من الرياضات عبر أكاديميات رياضية متخصصة. على سبيل المثال أكاديمية كرة القدم المغربية باتت تجذب الشباب الإفريقي لتدريب وتطوير في المغرب. أيضا الاستضافة المشتركة: المغرب يسعى لتعزيز فكرة استضافة البطولات الإفريقية المشتركة مع الدول المجاورة، مثلما فعل مع الجزائر وتونس في مشروع كأس الأمم الإفريقية. أيضا مبادرات دولية: المغرب يساعد دول القارة في تطوير بنيتها التحتية الرياضية وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. خامسا، السياحة الرياضية والتنمية الاقتصادية: المغرب يرى في السياحة الرياضية أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد الوطني. التسويق السياحي: تعزيز السياحة المستدامة والتأثير الاجتماعي والثقافي. التسويق السياحي: تسويق المغرب كوجهة سياحية رياضية في الأسواق العالمية من خلال عرض أنشطته الرياضية المتنوعة. أيضا تعزيز السياحة المستدامة: يعتمد المغرب على السياحة البيئية والرياضية من خلال ترويج لمناطق سياحية مثل جبال الأطلس التي تجذب محبي الرياضات الجبلية والمغامرات. أيضا التأثير الاجتماعي والثقافي: تطوير الرياضة يساهم في تعزيز الهوية الثقافية للمغرب في القارة الإفريقية، ويعزز الروابط الاجتماعية بين الشعب المغربي وبقية الشعوب الإفريقية. سادسا، تطلعات المغرب في المستقبل: التوسع في تسويق السياحة الرياضية، الاستثمار في الأكاديميات الرياضية، الاحتضان الدائم للفعاليات الرياضية العالمية. التوسع في تسويق السياحة الرياضية: المغرب يهدف إلى أن يصبح مركزا رئيسيا للسياحة الرياضية في إفريقيا، مما يستدعي العمل على المزيد من البرامج المشتركة مع الدول الإفريقية. أيضا الاستثمار في الأكاديميات الرياضية، الاستثمار في مراكز التدريب العالمية لاحتضان أبطال الرياضات المختلفة، ليصبح المغرب محط أنظار رياضيين أفارقة. كذلك الاحتضان الدائم للفعاليات الرياضية العالمية: المغرب يهدف لتوسيع استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم، مما يعزز مكانته على الخارطة العالمية للسياحة الرياضية. الخلاصة: المغرب يمتلك مقومات كبيرة ليكون رائدا في السياحة الرياضية على مستوى إفريقيا في المستقبل، حيث يعمل على تعزيز بنيته التحتية الرياضية، جذب الفعاليات الرياضية الكبرى، وتحفيز الرياضات المحلية. كما يسعى المغرب لأن يكون شريكا محوريا في نهضة رياضية شاملة في القارة الإفريقية، مع تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية من خلال تسويق الأحداث المشتركة وتدريب الرياضيين الشباب. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المغرب يستعد لاستضافة كأس إفريقيا 2025، فرصة لتحقيق النجاح الكبير. إذن المغرب يستعد لاستضافة كأس إفريقيا 2025 أفكون، وهو حدث رياضي ضخم يمكن أن يكون نقطة تحول كبيرة على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الرياضي أو السياحي أو الاقتصادي. وبالنظر إلى استعدادات المغرب في عدة مجالات، من الممكن أن يكون لدى الفريق الوطني المغربي فرصة كبيرة للوصول إلى أعلى المستويات وربما الفوز بالبطولة. راقبوا إنزال هذا الفيديو على اليوتيوب، سأناقش مختلف الجوانب التي تشير إلى قدرة المغرب على تحقيق النجاح في هذا الحدث. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى اللقاء. كلمات المواطن الإنسان
قناة كل إنسان، للأجيال لكل زمان. دفاع بديني، تحقيق تاريخي، طابع اجتماعي، نقد صريح للحال، نحكي عن كل عيون. لو نثرت أشعاري لجيل الشاعر بان، علي إها وكأنها وقفت محاسن تربه. أنا الحق لو أحسو ما أثرها في اليوم، كانت ترقى عيونا بكل نبض العيش. كنا المواطن الإنسان للكل في كل زمان، من كل حقيقة ترجع بسرد حكايات الزمان. أنا الحق لو أحسو ما أثرها في اليوم، لو نثرت أشعاري لجيل الشاعر بان، علي إها وكأنها وقفت محاسن تربه.